ثانيا لانه كما قلت ياتي ظهور الاسود بعد الوجه المشرف بكاس العالم والوصول للدور النصف النهائي، وكان الخروج بصعوبه امام حامل كاس العالم لمرتين المنتخب الفرنسي. هي مواجهه نقول بانه عنوانها اذا الحب والارتباط والعشق لالوان الوطن، كما انها تحمل في طياتها المزيد من التفاني وتبليل القميص والتمثيليه اللي ان شاء الله دائما بغوا تكون مشرفه للمنتخب المغربي في كل المحافل الدوليه والقاريه والعالميه. منتخب البرازيلي منتخب سيليساو اللي يمكن نقول بانه خافت بريقه خلال المونديال الاخير بعد الخروج اللي كان من دور ربع النهائي امام منتخب، لكنه لم يتمكنش من تحقيق الذهاب. خصوصا وفينيسيوس كره خطيره دخول داخل منطقه الجزاء والتغطيه ممتاز مره اخرى. غانم السيس على مستوى التدخلات، كره خارج ارضيه الملعب. الحكم كيقول كندا واقصاء منتخبات اسبانيا من الدور الثمانية. مشات كره ليوسف النصيري، هناك خطا يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش تدخل ينطلق الا في 14 من شهر ابريل. هناك عدد أوناحي يحاول يمرر التمريره كانت الجهه اليمنى. عز الدين أوناحي اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيره فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى، ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاوله المغربي. يوسف النصيري، فرصه 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 مرات جانبا، فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكره. برشلونه في الوقت تبدا المحاوله ديال المنتخب البرازيلي جانبا، كره طويله كره طويله تبدا المحاوله. فينيسيوس امام جورجيا في لقاء ودي بالامارات العربيه اللي عنده امكانيات كبيره، لاعب فريق بايرن ميونخ الالماني. كره حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل لحكيم زياش. عز الدين أوناحي، هناك خطا بالفعل بحقه في التنظيم في الوقت تبع المحاوله. اشرف حكيمي، فينيسيوس حذري من انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور. تدخل وحكيم زياش كيرفع الكره، فرصه ريان القطري. هناك خطا بالفعل. الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي مشات كره تحقيق الفوز في هذا اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش ترفع الكره، فرصه لكن الاصابه الحمد لله ما كانش اصابه. لابد من ابعاد الكره. ياسين بونو فرصه بوفال. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال. يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذه الفرصة. حكيم زياش خطا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة كان المونديال القطري. وهذا كيعطينا إشارات بأن الجولة الثانية سننتظر. يحاولوا ان اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي بانه يقالوا على مستوى العارضه التقنيه في جونيور. محاوله فائده المنتخب البرازيلي داخل منطقه الوطن المغربي. قائم جوله اولى مثاليه. فرصه الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره وتشفق امام منتخب سيليساو. تدخل دين أوناحي، شو يعمل عند دين أوناحي؟ تمريره، فرصه الى شيء في الوقت مشات الكره عند لوكاس على مستوى الجهه اليسرى. الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه اخرى خطيره في المنتخب البرازيلي. يتراجع الوراء بل سيحاول العوده. تدخل الدفاع دائما، فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم السيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه. كانت فرصه بواسطه جونيور داخل منطقه الجزاء وخطيره. الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه مره اخرى لاشرف حكيمي. فرصه في المنتخب المغربي. ترجع الكره لفائده المنتخب البرازيلي. حكم المسيبر لكن هذا تدخل ممتاز. ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان كاس قاريه واحده. فهذا جات هذه فرصه في الوقت الحكم المساعد رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل سبعوا هذه المحاوله. فرصه بيدة المنتخب الوطني المغربي. تدخل لاعب فريق الوداد الرياضي البيضاوي.
رودريغو. ثلاثه ديال التغييرات في صفوف المنتخب البرازيلي، وكذلك عمران لوزا في الوقت غادي محاولة تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد كان دوس سانتوس وكذلك رودريغو. فرصة داخل منطقة الجزاء، تدخل. كانت المباراة الأولى أمام النرويج، تعادل بهدفين مثل ما بعد بيا لوس أنجلوس ومرورا ب ولكن كيحاول انه يعطي الثقة. ممتازه من سفيان بوفال عند نصر المسراوي، وكذلك الاستفاده من التراكمات الحاليه بالنسبه للعدد من اللي يحاول يمرر. تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي ترجع الكره امام يوسف الصيري خطيره، وهدف هدف التعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره، وفرحه كبيره المغربي. كعبات الكره من طرف اللاعب. محاوله اخرى، يحيى عطية رفع الكره، فرصه هدف، هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري، عبد الحميد الصابري، ورقة رابحة.